الصورة دي كسرت حاجز الزمن خلاص. تعال اقول لك ليه. الصورة دي متاخدة من حلقة ذا ليتل اورفن اللي كسبت الاوسكار سنة 1948. نيبلز او تيفي طالع بدور يتيم بعتينه لجيري عشان ياكله في عيد الشكر. تعرف ان الشخصية دي اتصممت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لما كان الاكل الكتير هو الحلم العالمي. الصورة دي بتجسد لحظة الفوز على الجوع، وده اللي بيخليها تلمس حتة عميقة جوه جيناتنا البشرية اللي خايفة دايما من المجاعة. لو ركزت في الكرش هتلاقيه مرسوم بشكل دائري هندسي مش طبيعي. في علم التحريك ده بيسموه تقنية المط والضغط. الكرش هنا واخد مساحة 70% من الكائن. دي رسالة بصرية بتقول لك ان مخك اتنقل من راسك لبطنك. نيبلز هنا مش مجرد فار واكل كتير، لا هو عبارة عن معدة بتمشي، وده بيوصف حالة الصايم اللي بيتحول لكرش اول ما بيفطر. بص كده على الايدين والرجلين هتلاقيهم مفتوحين لبره ومسترخين خالص. يعني بيقول لنفسه كده انا اكلت لدرجة ان انا مش قادر احمي نفسي. يعني لو قطة دخلت كلتني دلوقتي انا موافق. ودي بقى قمة الاستسلام اللي بنحس بقى بعد الفطار. ليه بقى نيبلز لابس بامبرز او حفاضة بيضة؟ علميا ده بيعمل ارتباط شرط في مخ المشاهد بين الشبع والطفولة. انت لما بتنزل الصورة دي عقلك الباطن بيحاول يرجع للحظة اللي كان فيها بيبي، ملوش اي طلبات غير ان هو ياكل وينام. اختيار الوان الشخصية رمادي فاتح مع كرش ابيض منفوخ، ده بيعمل سبوت على منطقة الكرش، لان اللون الابيض دايما بيدي ايحاء بالتمدد. اضافة كلمة تم تعبئة الكرش بنجاح على صوره كرتون من الاربعينيات، هو ميكس بين العصر الكلاسيكي وعصر التكنولوجيا. كلمة بنجاح هنا بتحول الاكل من شهوة لمهمة قومية، ده بيشيل من عليك اللوم وبيحسسك انك بطل خلص مأمورية صعبة. وضحكته هنا مش ضحكة رضا خالص، ده ضحكة انتصار ونشوة السكر. بقه وعينيه مفتوحين جدا، ده دليل ان الدوبامين ضرب في دماغه خلاص. في الاخر نيبلز مش مجرد فار في كرتون قديم، ده ايقونة هتفضل عايشة معانا طول العمر. احنا استنسخنا الصورة دي بمليون شكل وحطينا عليها وشوشنا وتفاصيل حياتنا، لان ببساطة بنحب اللحظة اللي بنتحرر فيها من تعب الصيام ونرجع اطفال شبعانة زي زمان. حط لايك، الموضوع بسيط خالص.